سأتحدث اليوم بكل وضوح عن ما يجري في قطاع غزة من حرب إبادة، وما يجري في عموم فلسطين المحتلة، وما يجري في المنطقة. الحقيقة أنه ما يجري هناك ليس حرب نتنياهو ولا حرب إسرائيل ولا حرب أمريكا، هي حرب وجودية، حرب وجودية لإسرائيل، حرب وجودية للغرب الاستعماري، حرب وجودية للولايات المتحدة الأمريكية، حرب وجودية إنجيلية مسيحية لعصبة من المتطرفين وعتاة المتطرفين في أمريكا، الذين يعتقدون إضافة لأن إسرائيل دولة وظيفية لأن هناك أبعادا إيديولوجية دينية تلمودية إنجيلية بروتستانتية. هذا وفق طبعا للتعيينات الجديدة لدونالد ترامب. هؤلاء كلهم من عتاة التطرف، والذين يرون بأنه لا بد من إقامة دولة إسرائيل الكبرى وإقامة ما يسمى بالهيكل وإنهاء وجود الشعب الفلسطيني من أجل أن ينزل المسيح الذي يعتبرون أنه المسيح المخلص. لا وجود للضفة الغربية، هذا ما صرح به مايك هاكبي، وهو المرشح من قبل ترامب لشغر منصب سفير أمريكا في إسرائيل. هذا الرجل من عتاة التطرف، وهذا الرجل مدافع قوي عن إسرائيل، وكان دائما عرابا لفكرة تصفية الضفة الغربية وضمها لإسرائيل، ومن المؤمنين بفكرة المسيح المخلص وأن نزوله مرتبط بقيام الهيكل. هذا هو الشخص الذي رشحه ترامب. أيضا رشح مستشارا للأمن القومي يحمل ذات الأفكار. لاحظوا بأنه بايدن في آخر أيامه وهو على كما يقال على سرير الوداع، ولا على في اللحظات الأخيرة أو في النزع الأخير، إدارته في النزع الأخير، شهران بقى فقط على مغادرته البيت الأبيض، وبعد أن تلقى إهانات وشتائم وصلت إلى حد أن هناك استخفاف وعدم احترام له ولإدارته من قبل نتنياهو. إلا أن بايدن قبل أن يغادر الكرسي بدلا من أن ينتقد نتنياهو يقول أن يجدد التأكيد أنه صهيوني حتى النخاع، والرئيس الإسرائيلي يقول له نعلم ذلك وشكرا على خدماتك. ما هذا الحج والطواف في المعابد الصهيونية؟ هذا غير معقول. هذا لا يمكن أن يكون فقط يمكن تفسيره بأنه بعد مصلحي أو بعد ميكافيلي له علاقة بأنه إسرائيل تحرس المصالح الغربية. لا، الموضوع أبعد من هذا. الموضوع أفكار وعقائد ونوع من الفاشية في التطرف إزاء هذه الأفكار. وبالتالي للأسف الشديد أن ترامب وإدارته متصهينين من الإنجيليين المسيحيين، وهم الذين يؤمنون، وهم هؤلاء ليس له علاقة بالدين المسيحي، إنه هو تيار متطرف وتم اختراقه من قبل إسرائيل، ما يسمى بالبروتستانتية المسيحية، التي ترى بأن قيام إسرائيل ضروري لمعركة هرمجدون ونهاية العالم. حقيقة أن هذا الجنون في أمريكا لا يمكن تفسيره بأنه فقط جراء سياسة، إنما هو جراء معركة فاصلة، معركة وجود. الغرب ينظر إلى المنطقة العربية كمنطقة يجب أن تبقى خاضعة، ومنطقة يجب أن يبقى مهيمن عليها، ويستعمل في ذلك البعد المصلحي وكذلك البعد الإيديولوجي. وعليه فإن ما يأتي ما هو آت خطير جدا جدا جدا، لجهة أن هناك قناعات بضم الضفة وإعلام ما يسمى بيهودا والسامرة وإخضاع المنطقة لصالح إسرائيل وحشد حرب ترامب 2. أنا برأيي سيخوض حربا مع إيران، والحقيقة أو قبل ذلك وبعد أن أطفالنا في قطاع غزة يموتون جوعا وقهرا وقصفا وتهجيرا، والعرب لا ينظرون إلى هذا بأنه تهديد لهم، لا، هم ينظرون بأنه لا علاقة لنا، فلتواصل إسرائيل حربها. هذا سؤال حول مستقبلنا كأمة ناطقة باللغة العربية. هذه الأمة، هذه المنطقة تتعرض لأعتى أنواع التهديد والغزو وتصل لحد احتمال الاندثار، ولكن لا يوجد أي حراك. المسألة الثانية هو مسألة ما يراج الآن حول خطة لاحتلال قطاع غزة عبر قوات دولية، إشراف أمني إسرائيلي، قوات غربية تحتل القطاع، أموال عربية، والسلطة هي فقط تعطي الضوء الأخضر لهذا المشروع. هل ستوافق السلطة؟ برأيي أنه حتى الآن هي لم توافق. صفقة القرن واحد
لم تكن للأمانة وافقت عليها، لكن هذا المرة الطوفان عالي والأمواج عاتية. النقطة الثانية والأخيرة وهي مسألة أنه هناك خوف وقلق كبيران من مسألة ترامب 2. ترامب 2 يريد أن يفرض الحل فرضا. البعض متفائل بأنه يريد أن يوقف الحرب، نعم، لكنه يريد أن يوقف الحرب على المقاس الإسرائيلي، وأي مشروع سيأتي من ترامب لن يكون في صالح لا الفلسطينيين ولا في صالح المنطقة. ما المطلوب حتى لا نكون عدميين؟ مطلوب تصدي على المستوى الشعبي، مطلوب وعي عربي، مطلوب الاستمرار في مواجهة هذه المشاريع، لا خيار آخر. أنا بالأمس كنت في البرلمان وسمعت من أعضاء في البرلمان أنه لا يوجد يعني هناك أمل بأن بريطانيا وأوروبا، البرلمان البريطاني أن يغيروا رأيهم إذا ما يجري في قطاع غزة، وهم متواطئون. يعني بريطانيا وأمريكا والغرب متواطئ ويعرف أن هناك حرب إبادة متواطئ معها، وبالتالي ينبغي أن تلتفت الأنظار إلى الفلسطينيين أولا، الأمة العربية، وإلى ضرورة الاستمرار بالحديث عن مشروع للنهضة للمواجهة، وهذه المشاريع الاستعمارية بالمحصلة لا مكان لها ولا يمكن أن تنجح في تنفيذ مشاريعها طالما أن هناك شعوب ترفض ذلك.